يا صباح الخير والفل والياسمين على عيون اغلى المتابعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب وسعاده طول العمر. النهارده طبعا بقى احنا لسه بقى بنفطر الطيور. بسم الله ما شاء الله لقيت مفاجأتين حلوين جدا جدا النهارده. دي بشرى للستات اللي هي بتقول الطيور قطع بيض. البتاع الطيور في الشتاء مش، لا يا جماعه الطيور مش في الشتاء مش قطعه بيض ولا حاجه، هي بتقل في البيض بس لما بتخدميها بتبيض معاكي. طبعا النهارده ان شاء الله شايفين يا جماعه انا بحط الرز، انت عارفين انا بحط خلطه الرز دي على طول باستمرار للطيور. بحط الرز باستمرار للطيور حلو جدا جدا، والرده والكلام ده كله. بسم الله ما شاء الله يعني الله اكبر. هوريكم بقى النهارده البطه بقى القزم الحلوه الجميله دي فرحتني قوي والله. دي نوع البطه طبعا انا ما عنديش الا هي البلدي يا جماعه، دي البطه دي البلدي. دي بطه لسه فرخ. لقيت مفاجأتين بقى النهارده. بجد انا يعني انا ما عرفتش الا لما لقيت الذكر بيكسرها، قلت اكيد ما دام بيكسرها يبقى هي خلاص، يبقى هي كده باضت. فدورت لقيت فعلا ان هي بيضه، البيضه بتاعتها هنشوفها مع بعض كده وهندور ونشوف مع بعضينا. معلش الاوضه دي بقى عايزه تتنضف، متزبله شويه بس سامحوني، مشغوله الايام دي. طبعا احنا هندور الفرخه ما شاء الله. كانت لسه بتبيض اهي. لا ما عندناش بط هنا. شايفين الذكر يا جماعه متابعني مطرح ما امشي. اقفل الكاميرا بس وغوروا. طبعا وانا بدور بقى طبعا البتاعه دي يا جماعه انا حطاها برضه ركناها، انا ركناها للارانب عشان ترقد تحتيها. فما شاء الله يعني عرفت اهو. بسم الله ما شاء الله. اهو طلع ذكر تاني. لقيت البطه القزمه دي عامله لي احلى مفاجاه اهو. الناس اللي قالت تصوري عن البط وعرفينا بيض البط المسكوفي من بيض البط البلدي. دي يا جماعه بيض البط، دي بيض البط البلدي بس بسم الله ما شاء الله البطه صغيره جدا وانا هوريها لكم دلوقتي. انا هوريكم البطه دلوقتي اهو. ده بيبقى اسود، بيبقى اسود كده. هوريكم بقى الفرق بين البط ده واوريكم الفرق بين البط البلدي والبط المسكوفي اهو. سبحان الله يعني اكنها مش اول مره ان هي تبيض. طبعا احنا مش هنسيب البط هنا مكانه، لا ما ينفعش نسيب البط هنا مكانه لان المكان ده مكشوف زي ما احنا عارفين. البطه اهي يا جماعه اهي، اوريها لكم دلوقتي. هي البطه دي البطه القزم اللي عملت لي المفاجاه الحلوه دي، كانت لسه اول مفاجاه تعملها يعني. هناخد البط بتاعها كده ونروح نشوف بقى البطه العجوزه الثانيه راحت فين. كانت هنا دلوقتي هنشوف البطه العجوزه دي هي دي او دي، يا دي او دي. بسم الله ما شاء الله شايفين يعني هم من ورا كده مطرطرين على الارض خالص. ده دليل على انهم هم الاثنين تقريبا يا واحده بيضت فيهم او الثانيه بتبيض بقى النهارده، بس دي بلاقيها دايما هنا. ولقيت الذكر برضو بيكسرها، يبقى اكيد هي دي اللي باضت ودايره بتحوم كده ناحيه العش. اهي طبعا دي بيضه البطه المسكوفي يا جماعه عشان الناس اللي بتقول لي، وانا هقول لكم البط ده هنعمل فيه دلوقتي. هي يا جماعه دي بيضه البطه المسكوفي، تختلف خالص عن بيضه البطه البلدي اهو. شايفين البطه البلدي اهي، المسكوفه اهي. اللي خلاني عرفت يعني ان هما اتنين كده بيبيضوا، الاتنين يمكن ايوه مقربين في الحجم، بس بيض البط المسكوفي بيبقى ابيض شويه وبيض البط البلدي بيبقى اسمر وفيه خطوط كده صغيره بيضه وبيبقى مدور اهي. انما بيضه البطه المسكوفي قصدي بيض البطه البلدي، بيض البطه المسكوفي بيبقى معروف، بيبقى مطاول كده وعامل زي بيض الوزه. دي طبعا اهو انا زي ما انا حاطه له الفايبر يا جماعه اهو، زي ما قلت لكم فايبر وقش. اول ما ترقد بقى هزود لها الفايبر والقش تاني. طبعا انا هعمل ايه دلوقتي برضو عشان ما ينفعش هي ترقد بقى في المكان اللي هي كانت فيه. هاجي برضو هنا كده اهو يا جماعه. انا عندي كده قفص قديم زي ما انتم شايفين كده. الناس برضو اللي بتقول نعمل ايه البط اول مره يبيض نعمل ايه. طبعا يا جماعه في ناس بالنسبه لها المواضيع دي سهله جدا وعارفاها وزي الفل، وفي ناس ما تعرفش اي حاجه خالص في المواضيع دي عشان بتربي اول حاجه ما تعرفش اي حاجه في الموضوع دي. انا جبت قفص يا جماعه قديم كده وحطيته كده في الارض. طبعا يا تجيبي، انا كنت عامله فكره برضو في فيديو تاني وكنت ابحثوا عنها، هي اسمها فكره ب1,000,000 جنيه لترقيد البط، هتلاقيها على طول في البحث ان شاء الله.
طبعا يا جماعه هتجي حاطه قفص كده اهو، عايزه تعليه عن الارض شويه عليه. عايزه يعني عشان لو جت مطر ولا حاجه، مش عايزه تعليه سيبيه كده اهو زي ما هو، مفيش مشكله خالص. لو الاوضه عندك محبوكه ما بينزلهاش مطر ولا اي حاجه، طبعا أنا عندي المكان هنا ما بينزلوش مطر. حط القفص كده اهو دي كده، وحطي فيه بقى شويه قش، شويه فايبر، شو اللي موجود عندك، بس يستحسن يعني الفايبر حلو جدا، هيدفلك البط في الشتاء دي. هنجي جايبين بقى البطان بتاع الفرخ، البطه اللي هي اول مره تبدي مش عارفه حاجه، وهنجي حاطينهم كده فيها ونسيبهم. والله رقدت عليهم خير وبركه، ما رقدتش عليهم ورقدت هنا برضو خير وبركه، ما فيش اي مشكله. اي واحده ترقد في اي مكان ما فيش اي مشكله، المهم اللي ترقد وتطلع لي البيض. انا ما عنديش مشكله اللي ترقد هنا واللي ترقد هنا، انا جهزت لهم بس بيضهم وحشته من بره، وما عنديش بقى اي مشكله. طبعا ده بتاع البطه المسكوفي وده بتاع البطه البلدي اهو. اللي ترقد بقى في اي مكان براحتها ترقد. المكان ده برضو لو ان شاء الله باذن الله، طبعا الخير الحمد لله كتير، وانا شايفه حاجه مخننه هنا، معرفش هو ايه اللي مخنن هنا بالظبط. هاجي برضو في المكان ده وعامله مكان، يجيب تقفيصه، يجيب كاوتش عجله، يجيب اي حاجه، واجي مخننه برضو وحاطه بيضه. لازم يا جماعه تحطوا بيضه اسمها رقوبه، لازم تحطوا بيضه بحيث ان البط اول ما يشوف البيضه محطوطه يجي بيض عليها كده تلقائي. يعني ما شاء الله، يعني بدل ما تسيب البط بتاعك مبحتر في كل مكان، البطه مش هترضى ترقد عليه. انما لما تلقى خنني مكانين ثلاثه، المكان اللي هي ترتاح فيه سيبيها ترقد فيه، ما تقوميهاش من مكانها. بس يا جماعه يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه، والحمد لله والشكر لله. يعني انا برضو خد البط بتاعي برضو مريح شويه والحمد لله. مجرد ان انا بدات احط الرده وبدات احط العيش وبدات اقطع اجيب الخضره واحط الحاجات دي كلها قدامهم، فيديو بعمله معاكم وفيديو ما بعملوش. يعني ما شاء الله ابتدت كل حاجه تبيض، الله اكبر. ابتدى برضو الفراخ ما شاء الله زي ما وريتها لكم برضه اهي. طبعا هي البطه دي اللي بقول لكم عليها العجوزه، هي البطه دي اللي تقريبا بيضه وهتروح بقى على بيضه. هي كسرت من الذكر وخلاص بقى هتروح يا هتبيض تاني، لان دي بط امبارح، يا هتبيض تاني يا بابا مش عارف. الفراخ بقى عارفه مكانها ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الفراخ كده كده عارفه مكانها اهي. شايفين؟ لو اقدر اجيب لكم، هي دلوقتي بتبيض، لو اقدر اجيب لكم البيضه وهي بتنزلها يا ريت والله. شايف صعب قوي؟ شايفين يا جماعه وهي بتنزل البيضه نزلتها، لان احنا كنا شايفين 3 امبارح اهو. سبحان الله يا رب، سبحان الله. بيضه صغيره اهي لسه بميتها خالص، شايفين البيضه لسه بالميه بتاعتها. سبحان الله والله العظيم. اهو هسيب برضو، مش هروح للبط خالص ولا هعمل له اي حاجه، هسيبه كده مع نفسه. بس حبايب قلبي يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، وهي دي طريقه ترقيد البط. وما تقلقيش البط ما يعني البط بالذات ما بيتاثرش لا بشتاء ولا بصيف، ما تقلقيش خالص. اكلي بس البط بتاعك وكتر الرده للطيور، عشان يا جماعه الرده بتسيح الدهون اللي على المخرج بتاع الطيور، وهتبص تلاقي طيورك برضه بقت زي الفل. وكتري على قد ما تقدري في البرسيم والخضره والعيش والكلام ده كله. مجرد انك تحسي ان الطيور قطعت شويه كشت عملت، اغلي بقى الشيح على الجنزبيل على الليمون 3 ايام متواصل ورا بعض، لو فيهم ديدان او اي حاجه ان شاء الله هتمحي كل حاجه. واشوفكم ان شاء الله على خير، واشوفكم في فيديوهات تانية، وما تنسونيش بقى في اللايك، وما تنسونيش في الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.